سؤال شامل كثير يعني. بس صدقا اذا بتجوا اهلا وسهلا فيكم في لبنان كلكم، بس تجوا على بيروت رح تلاقوا نفس طبيعة الجبال في لبنان موجودة في تطوان. يعني حسيت نفسي بين أهلي وبين أحبابي، وإلي زمان أنا بيجي على تطوان وبحب تطوان كتير. وهلأ تعرفنا على إخوان جداد وعائلة جديدة، إن شاء الله بيكون في نحن وياهم سبل تعاون جديد للاستثمار بتطوان، لأنه تطوان حبيتها وبتستاهل أنه يكون فيها مطاعم لبنانية تحمل اسم رامي عياش. وإن شاء الله هذا الموضوع رح يكون قريبا إن شاء الله، بالإضافة لحفلاتنا ومهرجاناتنا إن شاء الله. النكهة يا أخي الحبيب فيها نعنع تطواني حسب ما شرحوا لي، فأكيد رح أخذ معي شي كيلو أو 2 كيلو لحتى أشربهم بغير بلد وبلبنان. يعني شو هالنعنع الرائع، طعمته طيب كثير. بشكل عام أنا شخص إلي 14 سنة احتضنت من العائلة الملكية والشعب المغربي ككل والصحفيين وإعلام وأهل وأخوات. حسيت نفسي بين أهلي وبين أحبابي بصراحة. أشكركم كتير وبهديكم كل شيء أنا عم بعمله، بهديكم هالمحبة الكبيرة اللي صارت بقلبي تجاهكم. شكرا لكم، شكرا لأنكم بتحسسوني دايما أنه بين أهلي وبين عائلتي. الله يخلي لي إياكم. شكرا لكم. حاليا مراكش، رباط، كازابلانكا، أصيلة، طنجة، قريبا تطوان إن شاء الله. شكرا لكم. سعداء جدا أن نستضيف الفنان الكبير رامي عياش. حضوره معنا هو من أجل تسويق مدينة تطوان سياحيا، من أجل جلب الاستثمار. سعداء جدا يعني أن يحط الرحال بهذه المدينة كي يستثمر فيها. سعداء جدا يعني أن يزورنا وأن يعني يفكر في مدينة تطوان. هذه هي المبادرات التي نحتاجها اليوم في هذه المدينة. شكرا. الأستاذ رامي فناننا الكبير، مرحبا بك في تطوان، ونحن كلنا سعداء وفرحانين. واليوم إن شاء الله عندنا يوم عيد، هذا الحضور ديالك وهذه البرامج اللي كتفكر باش تستثمر فيها بمدينة تطوان، لأن مدينة تطوان مدينة أهل الفن. الله يخليك. شكرا لك. أهل الفن، بما أنك كترتاح للطقوس الجبلي، راه تطوان عندنا واحد الطابع الجبلي خاص بها، الطابع الأندلسي، الطابع الصوفي، الطابع الأمازيغي. بكل شرف. ولهذا احنا اليوم فرحانين بزاف وارتحتي معنا، وهذا يوم عيد ومرحبا بك في مدينتك الثانية. شكرا لك.